بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ معكم محمد عبد الرحمن، قناة جيمز دارك. انا هشرح لكم على لعبة ذا ايفل ويزت، الشيطان في الداخل او الشر الداخلي يعني. لعبة تعريف فريق جيمز العربيك. طبعا ده العرب الجزء الاول. طبعا سلوك كالعادة كل حاجة في الديسكربشن خاصة بالفريق اللي عمل اللعبة، عشان طبعا في ناس بتنزل المحتوى بتاع التعريب وهي بتعرب والشهيرة بتعرب ويضحكوا على الناس، طبعا الناس بيصدقوا. طبعا اللعبة تعريب فريق جيمز عربيك، فريق كامل يعني ممكن 50 واحد شغال على التعريب دوت عشان يعملوا مجهود الجبار دوت. مستحيل اصلا واحد اصلا يعرب لعبة لوحده، الا لو خد سنين بقى. طبعا ده فريق جيمز عربيك، اسف، فريق جيمز عربيك تعريب كامل. طبعا كالعادة اسيب لكم كل حاجة خاصة بالفريق في رابط صفحتهم الأساسية. اسيب لكم كل اسمائهم في الديسكريبشن. مش هسيب اي حاجة خاصة بيا بالجروب ولا حاجه في الديسكربشن. كل حاجه في الديسكربشن خاصه بالفريق اللي اشتغل على اللعبه وتعب في تعريب اللعبه، عشان الناس دي بجد تعبوا ولازم ياخدوا حقهم. اسم كل حاجه. كالعاده اسيب رابط التعريب كالعاده في الديسكربشن، اسف، في الكومنت المثبت ورابط الجروب. طبعا عشان تبقى في الجروب لازم تبعت طلب انضمام عشان تظهر معاك كل حاجه خاصه بالترجمه وكل حاجه. اقصد الرابط. بس كده. عشان الناس تعرف، طبعا عشان ما نأذيش القناة، نأذي القناة ونأذي حاجة غير القناة. التعريب كامل زي ما قلت لكم، مفيهوش أي مشكلة. طبعا التعريب مهم جدا. طبعا التعريب مش كبير، حجمه حوالي 8 ميجا، نقول 9 ميجا. كالعادة هنسطب التعريب، بس المرة دي بقى أول حاجة التسطيب. نيجي نسطب التعريب، بيعمل فولدر جوه اسم اللعبة، فولدر التعريب اللي هو اسم اللعبه نفسه. فالكل يركز في الملفات ده عشان كذا حد قال التعريب ما اشتغلش القديم بتاع الجزء الاول. طبعا هو الفكره كلها بيعمل فولدر جوه فولدر ده. دي مشكله استغلها بسيط جدا، وهقول لكم في الفيديو حلها ازاي. نيجي كالعاده نسطب التعريب. هنجيب نيكست، نوافق نوافق ان الاتفاقيه. طبعا ده فريق العرب اللعبه، كل المعلومات طبعا كالعاده سيبكم في الديسكربشن. هنجيب نيكست وهنجيب انستول. هي في مشكله عشان بس التعريب عندي، فارجع لكم هشيل التعريب عشان خاطر التعريب موجود عندي، فهشيله عشان اقول لكم الخطوات بالظبط عامله ازاي ونبدا التعريب. نيجي بقى نسطب التعريب. انا طبعا شغلته عشان مسطبه قبل كده. هنجيب هنا نشغله كمان سهوله او اي حاجه مش تفرق. نفتح الواجهه ديت، نجيب نيكست، نوافق، نجيب نيكست، نيكست تانية. هنا مسار اللعبه مهم جدا نركز في الموضوع ده، في النقطه ديت. هنجيب هنا براوز، نروح على مكان تسطيب اللعبة. طبعا اللعبة انا مسطبها في هنيجي هنا نفتح هنا دبل كليك ونجيب اوكي. تمام. لو خدنا بالنا هلاقي التعريب واسم الفولدر، وجوه كمان اسم فولدر باسم اللعبة. موضوع سهل مش محتاج حاجة، هقول لكم في الاخر نعمل ايه. هنجيب نيكست وانستول سطب. كده خلاص سطبنا التعريب وكل حاجة تمام. نروح بقى على الفولدر بتاع اللعبة دوت اهو، فولدر اللعبة. نفتحه، هلاقي الملف التعريب عمل فولدر جوه الفولدر باسم التعريب اهو يا جماعه. طبعا دي كانت بتقابل ناس كتير جدا يقول لك التعريب مش شغال. كل اللي هنعمله هنفتح فولدر لعبه، هنلاقي فولدر باسم اللعبه اللي هو ده طبعا ده اللي هو التعريب اللي احنا سطبناه. هنفتحه، ناخد اللي فيه كله، نعمل له نقل ونحطه في المسار بتاع اللعبه الاساسي اللي هو دوت، ونوافق على الاستبدال. كده كل شيء زي الفل وتمام تمام. كده خلاص التعريب شغال تمام جدا جدا، مفيهوش اي مشكله. تعريب كامل وحوارات وكل حاجه. بس كده. نيجي بقى نجرب التعريب شغال ولا لا، نتاكد معاكم عشان في ناس كده بتقول لي التعريب مش شغال. نجرب التعريب شغال ولا لا. نفتح. طبعا الجزء الاول بنزله، نفتح التاني اهو.
اهم حاجه بس نعمل اظهار الترجمه لغه النص هي العربيه. تمام. طبعا اللعبه فيها فيرست بيرسون اللي هو المنظور الاول، ملناش دعوه بيه. بس كده، دي الرسومات الجرافيك كل حاجه. بس كده يا شباب، دي كل حاجه خاصه باللعبه. طبعا الترجمه شغاله زي الفل، مفيهاش اي مشكله، تعريب كامل مفهوش. No. No, this is not happening. بس كده يا شباب، التعريف شغال معاكم تمام زي الفل اهو كامل. كالعاده هسيب لكم كل حاجه في الكومنت المثبت، رابط الجروب ورابط التعليم رابط الجروب. عشان التعليم يظهر معاك لازم تكون في جروب، ابعت للجروب طلب انضمام. انا بعمل كده ليه؟ عشان خاطر احمي القناه، عشان بس القناه ما تقفلش. انت فاهم اكتر من قناه، يعني كان زمان عندي قناه فيها مثلا 10000 سبسكرايب او اكتر، الحمد لله على كل حال. انا والله مش بستفاد اي حاجه، انا بس بستفاد اللي بساعد الناس في نشر التعليمات اللي بتحصل. بس كده. نيجي بقى الفريق العربي التعريب. نقول تاني: فريق جيمز ان عربيك. فريق جيمز ان عربيك، العاب بالعربي. اسم فريق التعريب دوت. سيبكم كالعاده كل حاجه خاصه بالفريق في الديسكريبشن، عشان الناس تاخد حقها مره واتنين وتلاته. الناس هي اللي بتعمل التعريب، انا قناتي نشر التعريب فقط عشان اساعد الناس. طبعا كل مجهود ينسب لفريق التعريب نفسه. هسيب لكم كل حاجه خاصه بالفريق في الديسكربشن، وكالعاده هسيب لكم رابط الجروب في الكومنت المسبق كالعاده في كل الفيديو بتاعتي. بس كده، كان معاكم محمد ممدوح من قناه جيمز جروبك. يا ريت تنزلوا على القناه بلايك وشير وسبسكرايب. في رعايه الله، السلام عليكم.